كلمه فقط ونتجاوب. انا استاذن بس حضرتك عشان انا كنت بسجل معاك. مش مشكله، اخلص تسجيل وبعدين حضرتك. بعدين دقيقه مش ناخذ. بس لو سمحت بس كلمه تعقيب للاخ خالد والتعليق بتاعه. الاطباء المعتقلين اليوم في سجون السودان هم اطباء شرفاء، وهم معتقلين. تحكي على الديمقراطيه، خليه يوجه النظر. يوجه نظره يا عزيزي يا اخي 30 سكند، خليه يحكي 30 سكند. يوجه وجهه نظره. هذا السيد يمثل جهه معينه، انت تمثل جهه مضمون. مضمون، خلي السيد يحكي وش 30 سكند، خليه يحكي باش نقدروا نشتغلوا بطريقه موضوعيه. سبحان الله 30 سكند. كما قفلوا في القرجومه راح تقتلوا ابناء. طيب في 30 سكند هكذا هكذا تحول الخلاف بين الاطباء وبين الحكومه السودانيه الى خلاف كبير هنا في لندن، كما هو خلاف كبير ايضا في السودان. محمد طه، BBC لندن. نخدموا ولا نديروا السينما، ولا السيد يعملنا السينما هنايا. 30 سكند يحكي ونروحوا نقعدوا لهيا ونعملوا تغطيه مليحه للقضيه تاعكم. هذا كله 30 سكند. ما تدخلنيش انا في الستاند اب تاعك. لا ما تدخلنيش في الستاند اب تاعك، ما تدخلنيش في رب الستاند اب تاعك، فهمت ولا؟ رول في بعد تعمل ريبورت علي انا. تعمل ريبورت علي انا. اسمك ايه يا استاذ؟ من ايدك. رول. في سؤال واحد. في السكن مش راكي ماسك فيه انت ودير في السينما وتطلع وتهبط. معلش يا اخوانا بعد عليا ما تدخل. روح. انت ليه بتنرفز كده؟ طيب هدي نفسك. سبحان الله. ليه انت بتنرفز كده؟ ما تصورنيش. You are part of the event. I'm not a part of your event. No, you are part of this event. If you like, or you can go. شكرا على ذوقك وعلى ادبك وعلى اخلاقك. قولها بصوت عالي. لو انت جدع قولها بصوت عالي، شتمتك قولها بصوت عالي. سؤالي الثالث، يعني بما انك دكتور نصيف ذكرت انك مسؤول عن امن الموجودين هنا في القاعه، فما هو رايك في اعتداء مراسل قناه الحره بالسب علي انا محمد طه مراسل BBC العربيه اثناء طلبي له بان اكمل مقابلتي وفقا لقواعد القواعد المعروفه للمهنه قبل ان يبدا هو مقابله؟ شكرا. بالنسبه لقضيتك يا محمد، احنا اسفين لهذا المشهد ما ظريف، وانا بتكفل المسؤوليه، وان شاء الله بعد الاجتماع نقعد مع بعض ونصفي الامور وامسحها في وشنا.